موضوع شيكابالا وارجوك يعني جاوبني بصراحه. يعني البعض بيقول انك مش طايق شيكابالا من زمان. ليه؟ مين شيكابالا ده؟ مين اصلا؟ لا تتفرج. لا 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 لا, لا شيكابالا ده اللي جايبه. لا ما تقوليش كده. لا لا مرتضى منصور. لا لا مش شيكابالا اللي تقول لي مش طايقه. كلامي ما يستحقش منك العصبيه ولا النرفزه. لا بس كده تقول لي مش طايق. مين شيكابالا؟ انا مش طايقه. يا سيدي عندي. يا سيدي يا سيدي وماله يا سيدي وماله يا استاذ احمد يا سياده المستشار بالبرتقال. يا سياده المستشار. هو حد يقدر يفرض على؟ انت عارف انا بخاف يا سيدي ما انت طبعا هيقعد. حلو خلاص. اجابه جميل. انا بص يعني كان موجود في الجلسه. وقلت ده لو شيكابالا فعلا، لان ميدو كلمني، بتكلم ميدو واحد اساله شفيق لعب عندي ليه؟ مين هو يا ماشي؟ طيب يا راجل انا النهارده ماشي مع الوزير ومع الراوه، الناس بتصور معايا انا والناس بتحتفل انا. مالهاش علاقه يا استاذ احمد ده مش عايز. طيب. يعني ده انا روحت في ساعه عشان اروح. طيب خليني يعني انت ليس لديك مانع من استمرار شيكابالا، وانه قصه الاعاره دي جت من ميدو بموافقه من شيكابالا. واحده بقول لك ايه، انت معاك تليفون ميدو؟ ما انا ما عنديش وقت، بس انا بختم معاك انت الحلقه. لا كلم ميدو، قول له يا ميدو انت كلمت الاستاذ مرتضى وقلت له شيكابالا عنده رغبه السنه دي ايه؟ وخلي بالك شيكابالا ما ظهرش في الزمالك، ده بيلعب كل لو انا مش طايق شيكابالا اقسم بالله العظيم يلبس كوره في ما انت ما بتتدخلش بقى في الجانب الفني. ما هو انا بقول لك اهو، لو انا مش طايقه ما ينفعش. طيب لو انا مش طايقه ولا يلبس كوره في نادي الزمالك. طيب الراجل بيلعب كل الماتشات. الخطوه الجايه ايه؟ من النهارده بعد هذه التصريحات اللي انت بتعتبرها تحرش من اناسيو، تحرش رياضي تحرش رياضي من اناسيو باداره نادي الزمالك، الخطوه القادمه ايه؟ هيستمر في الخطوه القادمه ان المهندس سامي لازم يكتب لنا ورقه وتوقعها قدامكم انه ملوش اي مستحقات في نادي البرتغالي وما يشتكيناش في اي مكان. تمام؟ خلاص، وان العقد يعتبر كان لم يكن، الولد مش موجود، يبقى انا خسرت حاجه، لا انا بعت له فلوس ولا بعت لي البطاقه الدوليه. واعتقد ان شيكابالا هيعتزل الكوره خلاص. هل في بند ملزم في العقد ليك انك لا خالص مفيش حاجه من دي؟ لان ده كمان هو كمان في بند في العقد، ده كلام تردد يعني. لان المفروض ان النادي البرتغالي يرد علينا قبل 30/8. هو رد بعد 30/8. فبقى يعني خلاص يبقى كمان العقد غير موجود. بعدين اي عقد في الدنيا هم التزامات ماليه والبطاقه. هل ممكن الاسماعيلي من ناحيته مثلا يجدد العرض لنادي سبورتنج بقى يعني انا بطريقه يعني اعاره او بالمبالغ؟ يعني انا خلاص دوري انتهى. خلاص يعني نادي الزمالك انت بتعلن رسميا انك كل الوساطات، يعني جاي لك عمرو الجناني كمان شويه. طب هتتكلم مع عمرو الجناني في ايه لما يجي لك؟ ده اكلمه بقى في اي حاجه ثانيه. يعني انت رافض الوساطات؟ لا خلاص هو بس انت بترجع في النهايه بتوافق. لا يعني النهارده واحد بعت لي رساله، طب معلش، واحد بعت لي رساله قال لي في النهايه امير واحمد مرتضى وبعدين هيخش عمرو الجنايني والناس وبعدين في الاخر هيقول لك خلاص هو زي ولادي وخلاص. يعني عايز اقول لك يعني امير واحمد اللي هم دلوقتي بيقول لك مش طايقين. السلام عليكم يا رجاله، مكالمه ناريه مع شوبير مع مرتضى منصور عن رحيل شيكابالا. اتمنى صاحبي تعملوا اشتراك في القناه ولايكات وشيروا الفيديو عشان يوصلكوا كل جديد. السلام.